مكملات البروتين منتشرة بشكل كبير جدا، بس يا ترى هو ايه افضل نوع تقدر تعتمد عليه علشان توصل لهدفك، سواء كنت عايز تزيد في الحجم العضلي او كنت بتلعب رياضة معينة وعايز تحقق احسن اداء فيها؟ وهل فعلا انت مفروض تاخد البروتين بعد التمرين ولا دي حاجة ملهاش اي اهمية؟ والاحسن ليك انك تشربه مع المية ولا مع اللبن؟ وايه هي كمية البروتين اللي جسمك محتاجها خلال اليوم؟ وهل ممكن تعتمد على الاكل وما تاخدش اي مكمل غذائي من البروتين وتوصل للنتيجة اللي نفسك فيها؟ كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو بشكل مبسط ان شاء الله. معاكم دكتور محمود العطار من قناة فيت باي ساينس، خليكم معانا. في الأول هنقسم البروتين لنوعين أساسيين، وهما الأنيمال بروتين أو البروتين الحيواني، والبلانت بروتين أو البروتين النباتي. ودلوقتي أنا هتكلم عن أول وأشهر نوع من البروتين الحيواني وهو الواي بروتين. فالواي بروتين من أسرع أنواع البروتين اللي الجسم بيمتصها، وده جدول بيبين سرعة امتصاص الجسم للأنواع المختلفة للبروتينات عن طريق البايو افيلابيليتي اندكس، وده عبارة عن مؤشر بيعرفنا قدرة الجسم على امتصاص أي عنصر غذائي أنت بتاخده. وزي ما احنا شايفين إن الواي بروتين هو أسرع نوع بيمتص في الجسم، والواي بروتين نفسه متقسم لثلاث أنواع، وأول نوع منهم هو الكونسنتريتد واي، وده بيبقى عبارة عن 80% بروتين و20% كربوهيدرات ودهون، ودي حاجة بتعلي نسبة السعرات الحرارية في السكوب الواحد. فالنوع ده بيكون أنسب ليك لو أنت عايز تزود من وزنك نسبيا. وتاني نوع هو الواي ايسوليت، وده فيه كمية أكبر من البروتين بتوصل ل90%، وكمية كربوهيدرات ودهون بتوصل ل10%، فبالتالي بيكون فيه سعرات حرارية أقل من الكونسنتريتد واي، وكمان بيمتص أسرع منه. وتالت نوع هو الهيدرو واي، وده من أغلى أنواع الواي بروتين، علشان البروتين اللي فيه بيكون متكسر لأبسط صورة، فالجسم بيقدر يمتصه أسرع من الواي ايسوليت. وتاني نوع من البروتين الحيواني هو الكازين بروتين، وده من أبطأ البروتينات الحيوانية اللي الجسم بيمتصها، فالأحسن إنك تاخده قبل النوم علشان بيفضل موجود في الجسم لفترة طويلة فتقدر تزود استفادتك منه. وتالت نوع هو الإيج بروتين، وده بيمتص أسرع من الكازين بس أبطأ من الواي، والنوع ده هيكون مناسب ليك لو أنت عندك أي نوع من الحساسية أو مشاكل في الهضم من منتجات الألبان. ورابع واخر نوع هتكلم عنه بالنسبه للبروتين الحيواني هو البيف بروتين، وانا مش بفضل النوع ده علشان هو تقريبا بنفس سعر الواي على الرغم انه ابطأ منه في الامتصاص، فالاحسن انك تعتمد على انواع الواي وتبعد عن البيف بروتين. ودول كانوا اهم انواع البروتين الحيواني. فلما تيجي تشتري بروتين شوف المكونات على العلبه واعرف ان كل ما كان المكون الرئيسي هو الواي ايسوليت يبقى المنتج ده كويس. بس لو لقيت المنتج اللي انت جايبه خليط من كل الانواع دي ونسبة الواي ايسوليت فيه قليلة يبقى ده منتج اقل في الجودة. وبالنسبة للبروتين النباتي اشهر نوعين هما الصوي بروتين والبي بروتين، ودول مفروض تاخدهم لو انت نباتي ومش بتاكل اي منتجات للحوم او الالبان زي الواي بروتين. بس انصحك تعتمد على بروتين الصويا علشان ده اكتر بروتين نباتي اتعمل عليه ابحاث، وهو فيه كل الاحماض الامينية اللي جسمك محتاجها. وبعد ما عرفنا الأنواع المختلفة لمكملات البروتين لازم تعرف هو ايه أحسن ميعاد تاخد فيه البروتين علشان تحقق أحسن استفادة منه. فمعظم الناس فاكرة إنها لازم تاخده بعد التمرين على طول، بس الدراسات أكدت إنك لو كلت وجبة فيها كمية بروتين مناسبة قبل التمرين ده هيخليك ممكن تاخد البروتين لفترة بتوصل ل4 ساعات بعد التمرين. ففي دراسة عملتها الأمريكان جورنال فيسيولوجي على مجموعتين من الناس في حالة صيام، جابوا فيها أول مجموعة وخلوهم ياخدوا البروتين بتاعهم قبل التمرين، والمجموعة التانية تاخده بعد التمرين. والنتيجة كانت إن المجموعة اللي خدت البروتين قبل التمرين حصل لهم بروتين سينثيسيس أو تصنيع للبروتين بكمية أكبر في جسمهم. فاللي أنا عايزك تعرفه إنك لو هتاكل قبل التمرين وجبة فيها كمية بروتين ممكن تاخد البروتين بتاعك لفترة بتوصل ل4 ساعات بعد التمرين. ولو مش هتاكل حاجة قبل التمرين يبقى في الحالة دي يفضل إنك تخلي سكوب البروتين بتاعك قبل التمرين. ولو انت عايز تتمرن على معدة فاضية خد البروتين بتاعك بعد التمرين على طول. ولو هتاخد كمية تانية من البروتين في نفس اليوم ممكن تاخد بروتين بطيء الامتصاص زي الكازين بروتين قبل النوم، فالدراسات أثبتت إنك لو خدت منه 40 جرام قبل النوم هتزود من تصنيع البروتين في جسمك، وبالتالي هيحصل استشفاء أحسن وزيادة في الكتلة العضلية بتاعتك. وبالنسبة لكمية البروتين اللي المفروض تاخدها من المكملات خلال اليوم هنلاقي إن في دراسات كتيرة أثبتت إن الكمية من 20 ل 25 جرام في اليوم كافية إنها تزود تصنيع البروتين في جسمك.
ولو زودت ال 40 جرام هيبقى فيه تأثير أحسن بس مش بفرق كبير. فحاول تخلي النسبة بتاعتك من 20 ل 40 جرام. وعلشان تعرف كمية البروتين اللي انت محتاجها في اليوم، اضرب وزنك في 1.6 ل 2.2. يعني لو انت وزنك 80 كيلو هتحتاج حوالي 160 جرام بروتين في اليوم. فممكن تاخد 130 جرام من الأكل بتاعك و30 جرام من المكمل الغذائي. بس لازم تهتم بالأكل بتاعك علشان هو فيه أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية اللي جسمك ما يقدرش يستغنى عنها. ولو انت عرفت تعتمد على 160 جرام بروتين من الأكل بتاعك، ممكن في الحالة دي ما تعتمدش خالص على المكملات الغذائية. وفي ناس عايزة تعرف هو الأحسن ليها تاخد البروتين مع المية ولا ممكن تاخده مع اللبن أو الموز أو أي مصدر تاني للكربوهيدرات. مبدئيا الدراسات أثبتت إنك لو خدت البروتين مع كربوهيدرات أو دهون، دي حاجة هتقلل من سرعة امتصاصه في الجسم، بس مش هتزود أو هتقلل من نسبة تصنيع البروتين في العضلات. فالموضوع كله بيعتمد على الهدف اللي انت عايزه. يعني لو انت بتقلل من وزنك ومن السعرات الحرارية بتاعتك، يفضل انك تاخد البروتين مع المية أو لبن خالي الدسم. بس لو كان هدفك انك تزيد في الوزن، يبقى الأحسن انك تاخده مع لبن كامل الدسم ومصدر تاني للكربوهيدرات زي الموز أو الشوفان، ومصدر للدهون زي زبدة الفول السوداني أو الأفوكادو. فكمية السعرات الحرارية اللي انت محتاجها في اليوم على حسب هدفك هي اللي هتحدد بشكل كبير انك مفروض تاخد مكمل البروتين بتاعك مع المية ولا تضيف عليه أي مصدر تاني زي الموز أو اللبن. يبقى ملخص الحلقة إن البروتينات بتتقسم لنوعين: بروتين حيواني زي الواي بروتين والكازين والبيف بروتين، وبروتين نباتي زي بروتين الصويا والبي بروتين. وأفضل نوع فيهم هو الواي بروتين. وبالنسبة لأحسن وقت تاخد فيه مكمل البروتين، ده بيعتمد على إنك كلت وجبة فيها بروتين قبل التمرين ولا لأ. فمش لازم تاخد البروتين بتاعك بعد التمرين على طول زي ما معظم الناس فاكرة. وبالنسبة لأنسب كمية مفروض تاخدها من مكملات البروتين، بتكون حوالي من 20 ل 25 جرام في اليوم من البروتين، والباقي بيكون من الأكل بتاعك. ولو هتاخد كازين بروتين، يبقى يفضل تاخده قبل ميعاد نومك علشان هو بطيء في الامتصاص وهيزود من الاستشفاء العضلي عندك خلال فترة النوم. ولازم تعرف إن جسمك محتاج حوالي 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك. وممكن تاخد البروتين مع لبن كامل الدسم ومصدر للكربوهيدرات والدهون لو كنت عايز تزود من وزنك. وأهم حاجة عايزك تعرفها إنك ممكن تعمل جسم رهيب من غير ما تاخد أي مكمل غذائي لو عرفت تاخد احتياج جسمك من البروتين من الأكل بتاعك. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات اكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. ولو لسه في اي حد عنده استفسار او عايز نتكلم عن موضوع معين، يكتب في الكومنتات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.